عندما تسمع مسؤول في الدولة يقول احنا خير من المروك واحنا خير من تونس، فاش لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف مسؤول جزائري؟ أولا قلت لكم المرة الماضية تونس مساحتها مساحة ماذا؟ بشار. مساحة تونس هي مساحة بشار. عدد السكان في بشار لا يتجاوز 100,000، لا يتجاوز 100,000. روح شوف سكان بشار كيف حالهم. لا ماء، لا تريسيتي، في بعض الأحيان ما كاين لا ماء لا تريسيتي لا أي شيء. هذا موجود في الآن في بشار. طيب تونس شحال عدد السكان تاعها؟ 10 ملايين. سبحان الله، 10 ملايين في نفس المساحة نتاع ماذا؟ نتاع بشار. لما تجي تقول احنا خير من المغرب، فاش؟ ما نتكلمش على السياسات، أنا نتكلم على ماذا؟ على شيء واقعي. مساحة المغرب مساحة أضرار. عدد السكان في أضرار شحال؟ ما يفوتوش 300,000. المغرب شحال عدد السكان تاعها؟ قريب 40 مليون. المغرب عندها البترول اللي عندنا، عندها الغاز اللي عندها تنوع الأقاليم المناخية اللي عندنا، ما عندهاش هذا الشيء. إذا ما يمكنش نقولوا احنا خير من تونس ولا خير من ماذا؟ متى تقول نحن خير؟ لما تكون عند تونس نفس أرضك ونفس خيراتك، باش يقارب بالماذا؟ بالمتماثلات. ليش كي تحب تقارن بين السيف والعصا؟ تقول السيف خير من العصا؟ قال الشاعر بكري قال ألم ترى أن السيف يزرى بقدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. لا وجه للمقارنة. تونس ما عندهاش المساحة اللي عندنا، وما عندهاش الخيرات اللي عندنا، وعندها مساحة نتاعها مساحة ولاية بشار. انتم ولاية بشار ما نجبدوش تقوموا بالناس صح. طيب لو كان عندك في ولاية بشار السكان نتاع تونس كيف دير؟ طيب لو كان عندك الآن 37 مليون ولا 40 مليون نتاع المغرب موجودين عندك في ماذا؟ طيب ما نروحوش بعيد يا سيدي، مساحة تامر راست مش هي مساحة فرنسا؟ مساحة فرنسا ولا مش مساحة فرنسا؟ مساحة فرنسا. شحال عدد السكان في تامر راست؟ وشحال عدد السكان الموجودين في فرنسا؟ 80 مليون يا ناس. 80 مليون. نهار الإنسان يجيب الولد الثالث هما يجيو الضمان الاجتماعي يجيك للدار ويعطيك المفتاح ويقول لك الآن راهي ضاقت بك الدار، هاي الدار واعطينا الدار الأخرى. احنا ناس عندهم ملفات تاع 18 سنة لحد الآن مازال ما عطاهمش السكنة. وراكم تشوفوا الآن. أنا كي نتكلم الآن يا خاوتي كيف الإنسان لا يصاب بالجنون. لما نتكلم هنا نصيب روحي محاط بالشرطة. راكم تشوفوا عندنا الآن فضائيات سواء كانت المغاربية ولا كانت قبلها العصر والآن جريدة النهار والشروق، راهم يقولوا عشرات المرات ما أقوله أنا ولا لا؟ ولا ما تروحوش تحصرون؟ هذا سؤال أنا أطرح الأسئلة فقط. هم يقولون الآن يوري لك الديار كيفاه. أنا نقول ما تعرضه هذه الفضائيات الأربعة الداخلية والخارجية لا يساوي 1% من الكوارث اللي موجودة في الولايات. أقسم بالله العلي العظيم. كاين ناس تبات في الكهوف أصلا ما عندهاش حتى ديار. الجزائر قلت لكم الجزائر لو كانت تطيح في يد ناس أمناء والله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا.